نساء مطلقات بسبب القاعات، زوجها غيور عليها لأنها قد أصيبت بعين حاسدة في قاعة بسبب تقليدها للمتخلعات، فرجعت منزلها بضيق يملأ صدرها، رجعت متغيرة الأخلاق على زوجها وأولادها، صارت سريعة الانفعال بسبب الحسد الذي أصابها في قاعة، فقرر الزوج أنها ما تذهب أي قاعة حفاظا على حياتها معه وحياته معها، لكنها أبت إلا الذهاب للقاعات، فحرم وطلق، ما تذهب، فذهبت فصارت مطلقة. ما أخف عقلها، رضيت بحياتها الزوجية ضحية من أجل قاعة. ومن البلاء أن تجد النساء اليوم يهرعن إلى القاعات بدون نداء، بدون عزومة، بدون مقدار، فصارت مخيمات أفراح نسائية تفتح على الشوارع، وصار المجال مفتوحا لمن هبت ودبت، فقد تدخل الحاقدة والحاسدة والغريبة فتصيب العروسة بالعين الحاسدة. فكم تضررت من عروسة في يوم عرسها، بل بعضهن تسعف للرقية في يوم عرسها وهي تنتقش، أصيبت بالعين في يوم الفرح وهي تنتقش، تسعف للرقية وما قد اكتمل النقش. الحسد قاهر، الحسد قاتل، الحسد مدمر للسرور، فواحذراه.